ده منظر بيته يكسف. محمد لو انت شايف الفيديو ده رجاء الخاص يا تعسل يا تظبط الاداء. يا شباب إيه الاخبار عاملين ايه؟ أم، تاني فيديو حبيت اعمله هو تجربة الهاوسنج في واو، بما اني عملت مراجعة على التريلر بتاعهم الاخير. فبس، ودي شوية حاجات انا عملتها. احنا النهاردة في الجلد نيبرهود بتاعي، وده الهاوس. بس عشان لو حد حابب يشوف الهاوس ويجي يتفرج عليه، دي الداتا. امبريتس بلوت 10 ده بيرنت اوت برو. هتلاقوا البيت بتاعي. تمام. المهم في مشكله بس بسيطه، انه انا قبل ما انقل الجلد ده كان وش البيت باصص كده الناحيه دي، ناحيه البتاع دي، الكورنر ستون كان باصص عليه. بس لما نقلت الجلد وحولت بقى النيبرهود بتاع الجلد، اوتوماتيك راح حطها لي بزاويه كده. فانا صراحه يعني دي حاجه عايزين نشتغل عليها، عايزين نكلم حد نبلغ بليزرد. يا رب حد يشوف الفيديو ده طبعا. لما مش هستناهم يبصوا على الفيديو بتاعي دلوقتي. بس anyways, this is how I made the house. طبعا البيت مستخبي ورا الطوب. انا حطيت طوب كتير عشان اديه الفايب والثيم ان كانك داخل كهف اوتلاند. لكن الواقع هو لو تعمل زوم ان، البيت اهو مستخبي تحت وده الباب. بس انت لما تقف هنا you can actually literally click it. فاهم؟ فانت مش لازم تخش بقى وبتاع، بس من بره بس تقرب على الباب تبغى تخش. anyways، هنا حبيت اعمل بركه كده. كان شويه حاجات من ليجن يعني، حطيت عليها الراس ديت بتاعت اونكسيا. يوجولي بتطلع لك لما يكون عندك اتشيفمنت انك قتلت اونكسيا يعني. وجو بقى ايه، كوفنز بقى وكده، يعني يديك الفايب اللي هو وديت بتاعت الاعدام. anyways scary stuff. طبعا اخترت الزاويه ديت عشان الزاويه ضلمه حبتين. لو رحنا الناحيه التانيه هتلاقيها نورت. الدنيا بتمطر دلوقتي anyways. بس اديكم واخدين بالكم من الفايب يعني. طبعا البيت من جوه ملوش علاقه بالمنظر من بره، والمنظر من بره بشكل عام يعني. بس البيت من جوه انا عامله بشكل انه يعني انه مش بنتمي لحاجه معينه او ديزاين معين او ثيم معين. هي بيسكلي اي حاجه اجمعها بحطها بالشكل اللي انا شايفه مناسب خلاص. بس آه، ادي البيت. خلينا ندخل اليو اي. خش هنا. دي جميله، دي انا بعشقها صراحه. ديت بتاع كده بتجيبها، بتجيلك من الاوردر هول بتاع الميج في ليجن. anyways نمشي شويه قدام، بنلاقي الحيطه دي. يعني وات ايفر مذهب عندك ما شاء الله تلاقي يعني. آه، الجو هنا حاجه من الدراك ثير على حاجه من بنديريا. طبعا معظم الحاجات دي انا صراحه جايبها من اوبشن هاوس، وفي حاجات جايبها اتشيفمنتس. ده المكتب بتاعي هنا. يعني جو الانتخاب، فاهم؟ ببقى قاعد على المكتب، مش انتخاب بس الليترلي انه اي حد يجي عايز ميشنز بتاع كده. خش هنا المطبخ والمائدة الطعام. آه، يعني أجواء شلادات بقى وكده. هنا مكان ما في البلاك سميثنج والحدادة الجو ده، على أساس مثلا إن إيه، عايش الدور. وهنا لما بعمل البوشنز والبويزنز. ما كانش عندي حاجة أعمل بيها هنا، رحت حاطط دي مؤقتا. دي هتتغير، كنت السكشن ده هيتغير. وهنا برضو السكشن ده هيتظبط شوية. هنا أول حاجة ده المكان اللي بعمل فيه الاختراعات بتاعتي في المكتب. طبعا الإفكت ده خد مني وقت مهول عشان أعمله. بس خلينا نوريكم المنظر من تحت. استنى المنظر خارق. بص الجمال. بص anyways I think this could be. هو دي اللقطة الانترو يعني. بس هنا في يعني هنا المعمل يعني في الآخر اللي كان بيشتغل.
ساي فاي ستاف، حاجة من عند الايس كراون. وديت دريل يعني. هنا مكان ما بخطط وكده. طبعا بعد ما بتمشي كل ده على السلم بتبقى محتاج ترتاح، تاخد لك قسط من الراحة هنا شوية، وبعدين بعد ما تخلص ترتاح تطلع. هنا عندي كولكشن الكتب الخاص بتاعي، وهنا في تويلت كرام، حمام، وساونا جاكوزي على وات ايفر ات از. بعدين عندك كسر هنا بيوديك للايه، للأوضة بتاعتي. أجواء أجواء فعلا كوزي شوية. وبس ممكن ننط تاني وننزل. طبعا من بره ما يديش إحساس خالص النوم بالحجم ده وبالطول ده. بس طبعا الناس لما بتيجي تبني ما بتعرفش ايه ازاي يعملوا الادوار المكشوف على بعض دي. في الاخر هو في اوبشن تختار، يا مكان غرفه فيها سلم، يا بتطلع لفوق، او غرفه بتطلع لفوق من غير سلم. فبيسكلي انا عملت 3 اوض فوق بعض بيطلعوا لفوق بس من غير سلم، وذاتس هاو اي اتشيفد الايه، وصلت للمنظر ده. بس. وده يا طويل العمر البيت بتاع الالاينس. الهاوسنج بيدوك تو ارياس، واحد في هورد وواحد في الاينس، ممكن يكون عندك بيتين يعني. تعال نروح، تعال نروح بيت الهورد. أوه. خلاص اخش على الشخصيه الثانيه وايه، لان اتس اون كول داون. السيستم حلو، السيستم الجديد حلو وعاجبني، عاجبني الهاوسنج. فكره الهاوسنج جميله، وممكن تفتحها للناس همهم يجوا يخشوا يشوفوا بيتك وكده. طيب يا جماعه دلوقتي هنروح الى هوت جريفل هيفن. البيت ده ليفل 4. طبعا ده الترانسموج الجديد اللي بيتاخد من المونثلي. انا بعمل لكم فيديو مخصوص خاص بس بالحته دي عشان اوريكم الريوردز اللي بتيجي. ده يا جماعه البيت بتاعي في الغرفه. We welcome new friends in the town center. See if they need anything to get settled. شكرا كتر خيرك. anyways آه ده انا عاملها على كانه تري هاوس فوق شلال، نفس فكره الشلال اللي هناك بس هنا. دي طبعا ما تشتغلش يعني، وانس ان انا وصلت هنا كده هتلاقيني رحت واقع. بس المنظر عامل. بس وطبعا انا بنيت من بره بس الاجواء من بره بس، لسه ما دخلتش ما كملتش جوه. لان في حاجه واو برضو او بليزرد المفروض ياخد بالهم منها، انه وانس اني استعملت ايتم في الهورد هاوس او الالاينس هاوس، ايفر اللي استعملت خلاص استعملتها مره في بيت من البيوت، ما بقدر ما بتتشيرش على الناحيه الاخرى يعني الناحيه الثانيه. ودي حاجه اساسا خنيقه يعني. تخيل ان انا عايز اجيب اتنين من كل حاجه، اتنين من كل حاجه، اتنين من كل حاجه او اكتر يعني. فتكلفه زياده. اي ثينك واو المفروض يشتغلوا على الموضوع. بس ده منظر البيت. انا مختار في اللوكيشن دوت عشان اللوكيشن ده حاسه برايم اوفر يعني، برايم يعني. وبعدين من ناحيه اللوكيشنز تعالوا اوريكم بيت صاحبي زميلنا في العمل. ده منظر بيته يكسف بجد، حاجه مزعجه. محمد لو انت شايف الفيديو ده رجاء الخاص يا تعزل يا تظبط الاداء. تمام. بس فالبيت من جوه ما فيهوش اي حاجه دلوقتي، لسه ما عملتش فيه اي حاجه مش هوريكم دلوقتي. بس ان جنرال الفلكسبيليتي اللي موجوده عشان الواحد يعمل حاجه زي كده، وفي حاجات انا شفتها على فكره احلى بكتير 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 من اللي انا عامله، ومور كرييتيف من اللي انا عامله بمراحل يعني. انا شفت ناس عامله تري هاوس شكله مور بليفبل، مش كده 4 شجرات او 5 شجرات في بعض وحاطين مرجيح. فالموضوع وبياخد وقت ومجهود يعني. regardless this is housing. و رب تكونوا حبيتوا الفيديو واشوفكم المره الجايه. تشيرز.